السلام عليكم متابعين جرمايا. قصتنا اليوم لشخص اسمه محمد، شاب عاطل عن العمل، وكان مقدم الوظيفة وتم قبوله فيها، بس مدينة غير عن مدينة اللي عايش فيها وتبعد عنها مسافة طويلة. وفي الطريق صارت معاه أحداث من عالم الجن وطاح بين يديهم بطريقة ما تخطر على البال. والسفرية هذه خلته يندم طول عمره على انه اتخذ قرار في يوم يطلع يسافر لوحده في طريق موحش زي هذا. وندخل قلب القصة بعد الانترو. قصة محمد الغريب والمرعبة بدأت أحداثها في مدينة صبيا، وكان عايش حياته كلها في المدينة هذه. والفترة ذي كان يعاني من العطالة، وقدم على وظيفة وجلس ينتظر القبول. وفي يوم 7 من شهر شعبان في عام 1427 واللي يوافق 2006 ميلادي جاءت رسالة قبول من الشركة لمحمد، وفرح انه توفق للوظيفة هذه. بس كان مقر العمل في مدينة نجران، وتبعد عن منطقته صبيا ب 300 كيلو، يعني مشوار 5 ساعات تقريبا. ووقتها كان موضوع السفر وفكرة انك تنتقل المسافة هذه كلها شيء مو سهل وفي صعوبات، وبالذات انه ما كان فيه ارشادات لطريق السفر زي الحين. لو تشغل جوجل ماب يوديك اي مكان في العالم، فكانوا وقتها يعتمدون على الناس توصف لهم الطريق، او يطبعون خريطة من الانترنت ويمشون عليها بحيث توصل من مدينة لاي مدينة ثانية. وهذا الشيء اللي سواه اخونا محمد، طبع خريطة من الانترنت توديه على مقر عمله في شرورة. وهذه المدينة شرورة تابعة لمنطقة نجران وتبعد عنها مسافة بسيطة. وطريق شرورة في ذاك الوقت معروف بالاحداث المرعبة اللي تحصل فيه، وقد ايش مليان جن وكلام كثير كله رعب. وكان مع محمد سيارة من نوع كرسيدا، وفي ذاك الوقت كان صيت السيارة هذه مرة عالي من ناحية أداء وقوة جبارة. رتب محمد أغراضه الشخصية وودع أهله وأخذ سيارة الفحص شامل عشان تكون جاهزة لطريق السفر، وعبى البنزين فل، وبسم الله يبدأ طريق السفر. وشغل الراديو وجلس يسمع أغاني المطرب عبد الحليم، لأن وراه خط سفر طويل. وكان يعاني من مشكلة في سيارته، واللي هي ارتفاع درجة الحرارة وقت يمشي مسافات طويلة ومع المكيف. والحمد لله وصل لنجران ووقف ياخذ له استراحة، ومنها يتعشى ويريح السيارة ويعبي بنزين. ووقتها كانت الساعة 2 في الليل. وبعد ما انتهى بدأ الطريق الأصعب والأخطر، واللي هو طريق شرورة. ومحمد قد عارف وسمع قصص كثير عن المنطقة هذه، وياما جاته أخبار وكلام عن قد إيش مليان المكان ذا بالجن. تعوذ محمد من الشيطان وقال الله معايا، ومشي يكمل طريقه. وكان الطريق ظلام في ظلام، ومن قوة الظلام ما تقدر تشوف حتى يدك فيه، وما في أي إضاءة غير إضاءة السيارة. وفجأة وهو يمشي لمح شخص يأشر في الطريق يبغى توصيل، وحزن على حاله وقرر إنه يوقف له. وكان يقول في نفسه وش جابه في المكان الغامض هذا، والطريق فاضي ما حد بيوقف له غيري. وأول ما وقف عنده سأله انت وش عندك في هذا الليل وفي الوقت المتأخر ذا؟ رد عليه وقال له كنت اشتغل ارعى حلال الوالد، واشتهيت اشتري اغراض من المحطة اللي قدام وابغى احد يوصلني. محمد قال له تعال اركب انا اوصلك. رد عليه ما قصرت وجزاك الله خير، فك الباب وركب. والوقت اللي مشي فيه محمد شوية إلا وتجي لحظة إدراك متأخرة، وجلس يقول في نفسه إيش جاب هذا الشخص في المكان القاحل ذا؟ ما في إلا صحاري وجبال ومنطقة مهجورة. وفي نفس الوقت انتبه ان الولد كان صغير في عمره، واضح عليه تقريبا في 20 سنة، ومستغرب كيف ابوه مخليه في مكان زي هذا بعيد عن كل شيء عشان يرعى غنم ابوه. حط كل الاحتمالات، وفي النهاية ظروف واحوال الناس مو وحدة، وبدأ يسولف معاه عادي وهم ماسكين الخط وكل شيء تمام. الا وفجأة يطلب من محمد انه يوقفه عند محطة مهجورة، وقال لمحمد هذا المكان المطلوب ومشكور ما قصرت. استغرب محمد وقال له انت صاحب عقلك؟ هذه محطة واضح انها مهجورة من سنوات، كيف تبغى نوقفك عندها؟ ايش عندك هنا من اسرار؟ رد عليه الولد وقال له الله يسعدك، تطمن وكم حساب التوصيل؟ رد عليه محمد وقال له براحتك وانت ادرى بمصلحتك، وما اخذ منه اي حساب توصيل لانه وقف له من الاساس بيسوي فيه خير ويوصله. ونزل الولد من السيارة ومحمد لا زال واقف مكانه يشوف وين بيروح ذا الشخص وايش راح يسوي. محمد وقتها كان محتار فيه، وكان خايف عليه لصغر سنه وكيف يقدر يترك في مكان موحش زي ذا. ووقتها حس بالمسؤولية عليه، وينزل محمد ويطفي السيارة بيشوف ايش قصة هذا الولد. وفعلا نزل ويدور عليه، بس ما له اي اثر وما في اي فارق زمني من وقت نزل الولد، وكأنه اختفى من الوجود. محمد دار المكان بين السيارات المهجورة والمحلات الموجودة، حتى المباني ما تركها، وكان ينادي عليه بكل صوته بس ما في اي جواب من الولد. وواضح من كمية الغبار والتراب ما دخل المحطة دي أي أحد أبدا من فترة طويلة. وقتها حس محمد هنا إنه موضوع الولد هذا مو طبيعي أبدا، وفكر إنه يفتش مبنى موجود واضح عليه كان شقق مفروشة قديمة، وذا كان آخر مخبأ يمكن يدخل فيه الولد.
محمد جلس يصيح وقت قرب من المبنى على الولد إلين وصل عند المدخل، وشاف إنه ما في خطوات لشخص دخل المكان ذا من قبل. هنا بدأ الخوف في قلب محمد وبدأ يرتعش، يتذكر تفاصيل الولد من وقت ركب معاه، وتوقع إنه ما هو إنسان إلا يكون واحد من الجن اللي التقى فيه صدفة. وجلس يتعوذ من الشيطان وقتها ويراجع نفسه والأحداث اللي حصلت معاه، ويتذكر القصص اللي سمع عن هذا الطريق المسكون بالجن. ومن قوة الخوف اللي عاشه محمد تهور وصار ينادي عليه ويقول: إذا كنت من الجن سامحني لو أخطيت عليك أو تعديت حدودي معاك أو تعاملت معاك بطريقة غلط وأنا ما أدري، ما قصرت معاك وأنت فيك الخير كله. وهذا كله سواه محمد عشان يتيقن إيش يكون هذا الولد بالضبط ويريح باله مرة واحدة، ولا حصل جواب شافي. وعلى طول راح على سيارته جري وشغلها ودعس لها بقوة، يبغى يطلع من المكان ذا أسرع شيء، وهو عارف إنه سيارته فيها مشكلة ارتفاع الحرارة، بس الخوف خلاه يتهور وينسى. وبدل الراديو من أغاني عبد الحليم وشغل القرآن ورفع الصوت. مشي مسافة في الطريق وحصل معاه اللي ما كان حاسب حسابه، السيارة ارتفعت درجة حرارتها من وقت مشى عليها بسرعة عالية، ووقفت عليه في نصها في الطريق المرعب. نزل من السيارة وفتح الكبوت لعله وعسى يشوف حل ويزيد لها موية تبريد. ووقتها اختلطت ريحة السيارة وريحة بخور حلوة وجدا كانت فاقعة في المكان. ومعروف ريحة البخور عن خبيرين وقت تكون مجهولة المصدر وفي مكان موحش زي ذا تكون دلالة واضحة وكبيرة على وجود الجن في المكان، وهذه المعلومة يمكن تفيدك مع الأيام. تعوذ من الشيطان الرجيم. المهم مع ريحة البخور أخونا محمد دخل فيها الرعب من كل مكان، ويتلفت على كل جهة يبغى يشوف شيء قريب ممكن يكون مصدر البخور طالع منه، بس للأسف المكان معدم ولا تمر فيه حتى السيارات. وصار يتوهم ويسمع أصوات غريبة وأشياء جدا مخيفة، وضربات قلبه تزيد بشكل أقوى. وجاء في باله إن الولد اللي نزله في المحطة يمكن يكون له علاقة في الموضوع، واحتمال ناوي يرجع ينتقم منه. وجالس ينتظر في السيارة وهو خايف ومشغل القرآن لين تهدى السيارة تنزل الحرارة عشان يقدر يمشي. وعلى حسن حظه بردت السيارة وشغلها وكمل طريقه، وتنازل حتى عن التكييف عشان السيارة تتحمل الطريق. وفي قلبه ندم على القرار ده انه سافر لوحده عشان هذه الوظيفة اللي جاء خبرها في وقت غلط، ولا كان بيسافر الصباح افضل وامن، بس المقابلة الشخصية ضروري تكون في نفس اليوم ذا في الصباح. كمل محمد يمشي في الطريق ونزل قزاز السيارة عادي، وشوية اللي يشم ريحة نفس البخور اللي شمها قبل وقت تعطلت السيارة، وكأن الأحداث تعيد نفسها وتتعطل عليه السيارة مرة ثانية. وجلس يتحسر على حظه، نزل يفتح الكبوت عشان يبرد عليها، إلا ويلمح زي النور من بعيد، وتوقع إنها تكون مزرعة أو أي مصدر. أهم شيء يكون في ناس يقدروا يساعدوه في أزمته هذه. عقد النية وسمى بالرحمن، أقل شيء إنه بيحصل الناس يساعدوه حتى لو بالاستشارة. تعوذ من الشيطان واتجه على النور ذا اللي شايفه قدامه، لعل وعسى أحد ينقذ من الموقف هذا اللي هو فيه. والوقت اللي وصل فيه محمد يحصل في المكان خيم على بيت شعر، وفيه أشخاص متواجدين، وكانوا مجموعة منهم يغنون ويرقصون وبعضهم جالسين، واكتشف إن ريحة البخور طالعة من عندهم. دخل سلم عليهم وردوا عليه السلام ورحبوا فيه، وعلمهم باللي صار معاه بالتفصيل، وقال لهم عن سيارته اللي تعطلت بسبة الحرارة وإنها واقفة على الشارع، وذكر لهم قصة الولد العشريني وإيش صار معاه، وعن وظيفته اللي لازم يلحقها نفس اليوم في الصباح، وطلب مساعدتهم. التفتوا كلهم عليه يضحكون، وقالوا الطريق هذا ما في أي إنسان عايش فيه، أغلبهم قبائل من الجن. وقد ما شفت من مظهر، في الأخير واحد من الجن اللي التقيت فيه صدفة، أو هو تعمد إنه يظهر لك، وأصروا عليه إنه يكون ضيف معاهم للصباح. وجلسوا يتسامرون طول الوقت، وقدموا له عشاء بسيط، أكل وأخذ غفوة ويرتاح فيها. وأول ما صح على الفجر حصلهم مجهزين له فطور وجايبين السيارة لين حده ومصلحين فيها بشكل يعني يمشي الحال، بس واضح إنهم تعبوا فيها. شكرهم محمد وصراحة ما عرف كيف يرد لهم الجميل ذا، حسن ضيافة وكرم فيهم، وفوقها سيارته اشتغلت. بعد ما شكرهم محمد وراح كمل طريقه وقدر يلحق على المقابلة الشخصية، والحمد لله انقبل فيها وعين خير كثير. جلس فترة شهرين تقريبا في شرورة، وكان في أواخر شهر رمضان فترة إجازة الموظفين. قرر محمد بعدها يرجع على مدينة صبية في جيزان ويجلس مع أهله ويكمل باقي صيامه ويلحق العيد معاهم. ودع الموظفين وشغل سيارته راجع من نفس طريق شرورة، وقرب من موقع الخيمة اللي أكرموه الأشخاص ذاك اليوم وضيفوه، وقال لازم يوقف عندهم ويسلم عليهم كمعروف بسيط لأنهم ما قصروا معاه. ووقت ما وصل عند نفس مكان الخيمة انصدم بأنه خيمة مو موجودة، ولا بقي أي أثر لمكان تخييم أصلا، مع أنه الفارق كله شهرين تقريبا. وكان في راعي غنم شافه وهو راجع في نفس المنطقة قريب من المخيم، وقف عنده وسلم عليه، وسألوا عن المخيم والشباب اللي كانوا جالسين هنا، ووضح له قد ايش يبغى يسلم عليهم ويشكرهم، وعلموا بكل شيء حصل معاهم من جميل قدموه. استغرب الراعي من كلامه وقال له مخيم وجلسات شباب في المكان هذا مستحيل كلامك، أنا صار لي سنوات هنا ولا عمري شفت أحد غيري، حتى السيارات ما تقرب إلا على الشارع. وشكك في عقلية محمد واستنكر كل شيء حصل معاه،
تحرك محمد وكمل طريقه وهو خايف ويراجع كل الأحداث اللي حصلت معاه في المخيم، وكيف كانوا يقولون إن الطريق والموقع مليان جن، وفي النهاية يطلعون أصلا ما هم أوادم في الحقيقة. تقشعر جسمه وقتها وتأكد إنه احتك مع عالم الجن بدون لا يدري، بعد ما شاف ملامح المكان قد إيش كانت عبارة عن صحراء وجبال ومستحيل أحد يجي المكان هذا. جالس يبكي وقتها وشغل القرآن وطول الطريق خايف ويرجف على خط شرورة، وتقريبا مشى مسافة طويلة إلا ويلمح من بعيد قطيع أغنام يقطع الطريق ومعاهم الراعي، والشيء الأغرب إنه نفس ملابس الراعي اللي سأله قبل، وجلس يأشر من بعيد ينتبه عشان ما يصدم الأغنام. ووقت قرب منه كانت الصدمة الكبيرة، حصل إنه نفس ملامح وجه الراعي اللي قبل، واستنكر كيف وصل هنا بهذه السرعة. هنا اكتشف إنه الوحيد في هذا الخط الموحش اللي مليان جن وألغاز، وإن الولد العشرين في بداية القصة والشباب في المخيم وحتى الراعي ما هم إلا من عالم الجن. هنا محمد شد على السيارة لأقصى سرعة قدر عليها من الخوف اللي دب في قلبه، وجالس يقرأ الأذكار والقرآن شغال طول الوقت ندمان على الرحلة ذي كلها من بدايتها. وصل لنجران بعد عانى وتعب جسده من قوة الخوف اللي فيه، ووقف عند نفس المكان اللي استراح فيه قبل وهو رايح. نزل للمطعم وطلب شيء خفيف وراح لصاحب المطعم وجلس يشتكي له عن كل شيء صار معه، وهو منهار ويصيح ويبكي وفي حالة مزرية وقتها. خاف صاحب المطعم على حالته وجلس يهديه وقال له تراك يا ولدي مو أول واحد يتكلم عن الطريق هذا، كثير قبلك تكلموا وصادفوا جن وقصص مرعبة حصلت لهم، ودائما يجون عند الناس في المطعم يحكوا له وش حصل معاهم، وبعضهم تأذى كثير من الجن ومعروف خط شرورة. تهورت كثير وقت سافرت لحالك والحمد لله أمورك بخير. ووقت شاف حالة محمد قد ايش متدهورة خلاه يجلس وينام في استراحة المطعم لين يطلع الصباح ويكمل طريقه يكون اريح له. وفي اليوم الثاني محمد قام ورتب اموره وشغل سيارته ومشي، وفي داخله شيء مو مرتاح حتى من صاحب المطعم، كيف لو طلع حتى هو جني مو انسان. هواجيس كثيرة كانت تدور في راس محمد، وبعدها رجع صبي وقرر انه يقدم استقالة ويفسخ العقد مع الشركة هذه، واستحالة عاد يرجع يغامر في ذاك الطريق الخطير لوحده مرة ثانية. حرفيا القصة هذه فيها أحداث جدا غريبة، وفعلا القصص اللي طلعت عن طريق شرورة كثيرة وتكلم عنها ناس حصلت لهم فعلا. والهنا انتهى السرد، واتمنى عجبتكم القصة. لا تنسوا الاشتراك واللايك واكتبوا لي في التعليقات آراءكم. دمتم بخير، سلام.